كتير بتسأل ايه احسن معجون ممكن استخدمه يا دكتور؟ ايه ده، هو في معجون كويس ومعجون لا؟ تعالى هقول لك. في قاعدة عامة كده عايز اقول لك عليها، اي معجون سواء غالي او رخيص او من اي شركة كانت، بس انت ما بتستخدمهوش بالصورة المنتظمة، يعني بتستخدمه كل ما تفتكر كل يوم او يومين، فانت كده مش بتحافظ على لثتك واسنانك. اما لو جبت نوع رخيص بس انت منتظم بالطريقة الصح بفرشة ناعمة كل يوم مرتين، هو ده اللي هيكون مفيد لصحة لثتك واسنانك. بالمعنى المختصر، الانتظام والاهتمام في استخدام الفرشة والمعجون اهم بكتير من نوع المعجون. بس انت برضه يا دكتور ما قلتليش ايه احسن نوع معجون. اهم حاجه عندي في معجون الاسنان اللي تستخدمه ان يكون متوفر فيه 3 شروط: ان يكون فيه نسبه الفلورايد مش اقل من 1500 ل 2000 جزء في المليون. تاني حاجه يكون طعمه مستساغ بالنسبه ليك، لان لو طعمه مش حلو مش هتستخدمه بصوره منتظمه. تالت حاجه يكون سعره رخيص عشان لو خلص ما تستغلاش انك تشتريه مره ثانيه. بس انا يا دكتور بسمع ان في معجون للتبييض وفي معجون للتسوس وفي معجون للنزيف اللثه، يا ترى استخدم اي نوع فيهم؟ بالنسبة لي أنا ما بنصحش أي حد يستخدم معجون التبييض من الناس العاديين، وإنما اللي يكون عنده تصبغات شديدة بسبب القهوة أو السجاير ممكن يستخدم معجون التبييض مرة واحدة، لأن هو لو استخدمه أكتر من كده ممكن يجرح سطح الأسنان. تاني حاجة بالنسبة لمعجون نزيف اللثة، في أشهر نوع معجون وهو البارادونفكس، بس مشكلة النوع ده إن هو بيكون طعمه وحش، عشان كده لو أنت هتستخدمه استخدمه مدة من 5 إلى 10 أيام بحد أقصى، وبعد كده لما نزيف اللثة يوقف ممكن تستبدله بأي نوع طعمه مناسب ليك. اما بالنسبه لمعجون حساسيه الاسنان فالموضوع ده فيه شويه تفاصيل هقول لك عليها ان شاء الله في الفيديو الجاي.